عمرك سألت نفسك ليه بصمة صوابعك مش شبه أي حد في العالم؟ البصمة عبارة عن 66 خط موجودين في كل صباع من صوابعك ال20، بس بيختلف حجمهم وعددهم وترتيبهم، وده اللي بيميز كل شخص عن التاني. فمثلا يعني ممكن تبقى على شكل قوس أو حلقة أو دوامة أو أشكال تانية، وده بيختلف في الصباع الواحد عن ال19 الباقيين. بصمتك اتكونت أنت وجنين في عمر ال4 شهور تقريبا، وبتفضل موجودة لغاية الوفاة، إلا لو ما أثرش عليها حاجة زي تشوه بالنار أو بالحمض أو آلة حادة زي السكاكين، او في ناس بتعمل عمليات تجميل بتشيل الطبقه العميقه من الجلد عشان يغيروا هويتهم، ودول غالبا المجرمين اللي معاهم فلوس. اكتشفت البصمه في حضارات العالم القديم منذ 3000 سنه. العلماء وجدوا في عهود ومواثيق قديمه في نهايتها بصمه اصبع زي الصين وبابل وفارس ومصر، وده بيدل على الوفاه بالعهد. وفي سنه 1892 الارجنتين استخدمت اول نظام للبصمه في معرفه هويه المجرمين، لكن للاسف خليني اقول لك انها مش احسن وسيله للتعرف على هويه الشخص، لان في حالات نادرة جدا ان في ناس ما عندهاش بصمات اصابع اصلا. لو في توأم متماثل بتكون بصماتهم شبه بعض جدا، يعني لو انت تعبان ومش قادر تروح الشغل ممكن تبعت اخوك التوأم مكانك وان شاء الله يعدي من البصمة.